المجلس على القضاء قرر إجراء بحث تكميلي على أساس أن تكون في هذه المعالجة، وخدينا الملف مع المقرر وعطينا المقرر آخر اللي هو رئيس أول معروف عليه يعني قدرة على التحمل والصبر والأنات، ودعوته إلى مكتبي لأقول له إنك لست أمام شخص نريد أن يخضع للتأديب بقدر ما أنك أمام ملف شخص نريد أن يخضع للعلاج. واتفقنا على أنه ينبغي أن يصبر ويصابر وذلك ما كان. لكن أتدرون ماذا وقع؟ وهو الشيء الذي لا أستطيع أن أقوله ولكن سأقوله اليوم، وهو أن بعض الجمعيات المهنية تدخلت على الخط، وعوض أن تترك الرجل يخضع للعلاج من طرف طبيب رأت بأن من مهمتها أن تسانده وأن تحضر معه عند الطبيب النفسي وأن تتحدث عن أن الرجل يراد له ويراد له وأن الوزير والوزير، وبالتالي أفسدت علينا جمعيتان، أقول أفسدتا علينا هذه المحاولة التي كانت تستهدف العلاج. ولما رجع الملف لم نجد إلا أن نقرر في شأنه بعقوبة الإيقاف المؤقت، وعوض أن تذهب الجمعيات المهنية وتشتغل على هذه الحالة تركت هذه الحالة لحال سبيلها، فكانت أمور أخرى مما استدعت المتابعة من جديد. ولما يعني نظر المجلس في الموضوع رأى أن الحالة النفسية تفاقمت، وبحثنا عن كل السبل التي تجعل نعالج هذه الحالة ولم نجد من يساندنا ولا من يساعدنا، ولم نجد أي مخرج قانوني إلا يعني المخرج الذي تقرر. أما القول بأنه اشتغل 30، لا سيدي، لا أرجوك، إن السمع والبصر والفؤاد كان كل هؤلاء كان مسؤولا. يا سيدي، ليس هناك قاضي واحد، أقول ليس هناك قاضي واحد تم عزله أو إحالته على التقاعد دون أن يتمتع بالتقاعد، لأن التقاعد ما علاقته. أنا دائما كنسأل لما كان عزل واحد، نظام التقاعد هو نظام مستقل عن موضوع العزل، هذه مساهمات ديالو هو شخصيا وديال الدولة، ينبغي أن يتمتع باستحقاقاته الناجمة عنها.